مساء الخير، أنا ديما شابسو، عضو من أعضاء اللجنة الصحية في الجمعية الخيرية الشركسية المركز. باسمي واسم أعضاء اللجنة الصحية بحب اليوم أني أرحب بالضيوف الكرام في هذا اللقاء القيم اللي بيهدف إلى التعريف بموضوع وأهمية فكرة التبرع بالقرنيات. اليوم ضيوفنا الكرام راح يعرفونا أكثر عن ما هي القرنية، أي جزء من العين بتشكل القرنية، بالإضافة كمان راح نتعرف عن المقصود والهدف والفائدة من التبرع بالقرنيات، وراح نتعرف أيضا عن رأي الجانب الديني بفكرة التبرع بالقرنيات. أولا بشكر الأخت ديما على تقديمي للجنة الصحية. طبعا اللجنة الصحية تشكلت في الجمعية الخيرية الشركسية منذ فترة بسيطة من 6 أشهر تقريبا، وبتقوم بنشاطات لخدمة المجتمع الشركسي والمحلي. طبعا تفضل الدكتور مصطفى بينو بطرح فكرة التبرع بالقرنيات، وهو الدكتور مصطفى بينو هو أخصائي تخدير ومدير سابق لمستشفى الحسين في الخدمات الطبية، وعضو في جمعية بنوك العيون، وكذلك هو أخصائي اختصاص في العلاج بالألم. وأشكر كمان الدكتور وصفي أخصائي عيون في مستشفى الأمير حمزة على حضوره. وطبعا في معنا أخو شقيق لمتوفى تبرع بقرنياته وهو المهندس منير شيشة. كما أيضا معنا طفلة اسمها آية عمرها 12 سنة تبرعوا لها بقرنيتين، وهي والدتها موجودة معنا. طبعا راح يكون النقاش كلياته عن أهمية التبرع في القرنيات وفائدته، واسمحوا لي أنه نبدأ مع الدكتور مصطفى بينو. قبل ما نبدأ حوارنا مع الدكتور مصطفى بحب أتشكره بالبداية على أنه هو صاحب فكرة التبرع بالقرنيات، واللي بادر وقام بطرح هذه الفكرة على اللجنة الصحية وبين أهمية الفكرة ومدى الفائدة اللي بتعود فيها على المجتمع بمختلف الجوانب. دكتور مصطفى بحب أرحب فيك بالبداية. هلا حضرتك هو اللي عرفناه من أوائل الأعضاء في جمعية أصدقاء بنك العيون الأردني، فهل ممكن تعرفنا أكثر عن الجمعية، متى تأسست، عن أول قانون للتبرع بالقرنيات اللي طلع بالأردن؟ شكرا أختي ديما، وبشكر اللجنة الصحية بالجمعية الخيرية الشركسية. بعد ما أرحب بالمشاهدين الكرام، جمعية أصدقاء بنك العيون تأسست في سنة 1979، ولكن بنك العيون تأسس ببداية الستينات. من بداية الستينات كان في فرع في عمان وفرع في القدس فيها، وبعدين انتقل بنك العيون ب79 لمقره الحالي في مستشفى الجامعة الأردنية. الواجب بنك العيون وجمعية أصدقاء بنك العيون هو العمل على توفير القرنيات للي بحاجة لهم في الوطن العزيز. من سنة 79 قامت البنك العيون وجمعية أصدقاء بنك العيون بالعمل على استيراد القرنيات، لأنه التبرع في القرنيات في الأردن كان للأسف منخفض جدا. من أول عملية تبرع في القرنيات في الأردن صارت 1971، بمعنى أنه قعدنا أكثر من 10 سنوات بدون ولا قرنية، وقعدنا تقريبا 30 سنة من ما تأسس بنك العيون ما حصلناش على قرنية محلية. هذا الموضوع بلش يتطور لتطور نسبيا كويس. عدد القرنيات حاليا اللي يتم تبرع فيها حوالين 200 قرنية سنويا من مصادر محلية، بس للأسف حتى 200 قرنية هذه غير كافيات لسد حاجة المجتمع المحلي. فجمعية أصدقاء بنك العيون تعمل على توفير هاي القرنيات والعمل على تشجيع الناس على التبرع في القرنيات. المجتمع تبعنا في خصوصية انه الرغبة في عمل الخير والترابط المجتمعي صفتين احنا بنقدر نستغلهم لزيادة التبرع في القرنيات، وهذا الاشي ان شاء الله بيحطنا بموقع متقدم بالمجتمع في التبرع في القرنيات. ضرورة التبرع في القرنيات من مصادر محلية إلها ضرورة مهمة جدا. يعني المصادر المحلية هلا في شغله انه كل ما المده ما بين الوفاه والحصول على القرنيه كانت اقصر، وبعدين الحصول على القرنيه وزراعتها كانت اقصر، بترتفع نسبه النجاح القرنيه. وهذا الاشي كثير مهم للمريض، لانه اذا
أول عملية زراعة قرنية فرص النجاح فيها أعلى من ثاني عملية ومن ثالث عملية. كل ما تكررت العملية فرص النجاح بتنخفض. فأحسن إشي إحنا بنقدر نقدمه للمريض تبعنا هو إنه نعطيه أعلى فرصة من أول محاولة. عملية استيراد القرنيات عملية مكلفة، غير انه فرص نجاحها اقل هي مكلفة. القرنية الواحدة عمالة بتكلفنا تقريبا 1200 دينار. 1200 دينار هاي عملية النقل والمناولة، مش ثمن القرنية. القرنية نفسها ما لها ثمن، هي يتم التبرع فيها، ولكن مناولتها ونقلها بظروف السرعة المناسبة وإلى آخره هاي بتكلف 1200. قرنيتين يعني متبرع واحد قرنيتين احنا عم نحكي عن تقريبا 2400 2500 دينار. تكلفة استيراد القرنيات، أو بلاش أقول استيراد القرنيات، تكلفة نقل القرنيات اللي يتم زراعتها في الأردن بكلف المجتمع الأردني من 300,000 ل 500,000 دينار. هاي مبالغ إحنا بنقدر نصرفها، بدل ما نعطيها لشركات النقل بنقدر نعطيها للمواطن للمريض تبعنا نزرع له القرنيات. بالإضافة لهذا الموضوع، إذا إحنا قمنا تنظيم عملية التبرع في القرنيات، النظام التبرع في القرنيات بالأردن يتيح للمتبرع بالقرنية أنه يحدد هو اسم واحد هو بده إياه يأخذ قرنية. بمعنى آخر أنه ما يستنى على الدور. هلا إحصائيا بالمتوسط المريض واحد بيستنى تقريبا 3-4 سنوات يحصل على القرنية. وتخيل انت طفل عمره قريب 10 سنين اتأخر 4 سنوات دراسية، فهذا مستقبله ممكن يتغير بهذا التأخير. فالهدف تبعنا هو انه هذا التأخير ما يصل لمستوى انه يأثر على الطفل في تحصيله الدراسي. بس حتى لو ما كان طفل، حتى لو ما كان تحصيل دراسي، في فرق كثير كبير ما بين واحد عايش حياته بيشوفه عادي وواحد عنده مشكلة بالرؤية وما بيقدرش يمارس واجباته الحياتية العادية. فالهدف تبعنا هو انه ما يكون عندنا مريض خاصة من ابناء العشيرة يستنى اكثر من شهر شهرين اذا قلنا انه في حاجة للتبرع قرنيات انه نوفر له القرنية. وطبعا كمان احنا اذا كنا مشاركين في المجتمع المحلي اللي احنا موجودين فيه في التبرع بالقرنيات، هذا قدام رب العالمين وقدام المجتمع تبعنا ان شاء الله عمل خير كبير. دكتور، بس حابة أتأكد قد ايه عدد المرضى الموجودين على لائحة الانتظار، وكمان مرة تأكد لنا على متوسط فترة الانتظار اللي بيستناها المريض اللي بحاجة للقرنية. عادة المرضى اللي بيستنوا على قوائم الانتظار لزراعة القرنية بتراوح بين 1000-2000. يعني احنا سنويا في عنا عدة مئات من حالات زراعة القرنيات، ولكن في نفس الوقت عماله كمان بيجينا عدة مئات من المرضى الجدد اللي بحاجة لزراعة القرنيات. فتقريبا دائما في عنا أكثر من 1000 مريض في حالة انتظار لزراعة القرنية. وزي ما حكينا قبل شوية متوسط الانتظار لزراعة القرنية بحوالي 3-4 سنوات. طيب هلا دكتور، إذا لقينا مثلا شخص متبرع، ما مدى إنه هو يقدر يتحكم لمين القرنية بدها تروح؟ مثلا هل له صلاحية الشخص يحدد القرنية تروح لحدا معين، ولا هل مثلا خلص مجرد إنه هو تبرع البنك العيون هو اللي بيتحكم لمين بدها تروح على هو الأولوية؟ وهل مثلا إذا في مجال الواحد يحدد لمين بدها تروح القرنية، إنه أو هل هذا بيساعد بعملية تسريع أولوية إنه انتظار المريض إنه يحصل على القرنية اللي بده إياها؟ نظام البنك العيون بيحدد يعني عملية زراعة القرنية، إنه نظام بيعطينا حق لذوي المتبرع بتحديد اسم واحد، مريض واحد للحصول على القرنية. القرنية الثانية بتروح لبنك العيون. بنك العيون عنده نظام مع علامات معينة بحيث أنه يتم تقديم فرص أو علامات أكثر، فرضا إذا كان طفل، إذا كان ما بشوف بعينيه التنتين، في عندهم نظام سكورينج معين، فهذا هم بيعتمدوه. ولكن
كمتبرع يعني إحنا كمجتمع نستطيع أنه إذا وجد عندنا واحد بحاجة للقرنية، حق الطبيعي إلنا النظام اللي إحنا ماشيين فيه بالبلد إنه نعم إحنا إلنا حق إنه نسرع هذا، نخليه ما يستناش على الدور، ما يقعدش 3-4 سنوات هو عماله بيستنى بالقرنية. طيب هلا دكتور، فكرة التبرع بالقرنية شو الفائدة منها؟ شو أهدافها؟ كيف ممكن الواحد يتصرف مشان أنا عن جد أحصل على قرنيات؟ خلينا نحكي الإجراءات اللي ممكن اتخاذها. لا زي ما حكينا إنه التبرع بالقرنية له، خلينا نقول له جزئين. الجزء الطبي اللي هو الجزء المتعلق اللي بوقت القرنية، مريض ما بيشوف بده يشوف، هذا ببساطة يعني بده يشوف. ولكن أنا كمتبرع إذا بدي أتبرع بالقرنية، ليش بدي أتبرع بالقرنية؟ هاي النقطة جدا مهمة. اللي الهدف الرئيسي للتبرع في القرنية رقم 1 هو الحصول على رضا رب العالمين. يعني هذا الشيء يمكن ما في إشي أكبر منه. يعني رب العالمين وعدنا بأنه الحسنة ب10 أمثالها. فإذا إحنا أخذنا قرنية متوفي وأعطيناها لمريضين، صار في عنا مريضين يشوفوا، يعني هاي عند رب العالمين كأنه صار 20 واحد عمالهم بيشوفوا، كأنه أعدنا البصر ل20 واحد. هلا حاليا أحيانا في أجهزة بالمدينة الطبية جهاز يستطيع أنه يأخذ القرنية في طبقات، يعني يسوي منها 3 طبقات. بمعنى آخر أنا كأني حصلت على 6 قرنيات في ظروف خاصة. يعني إذا أنا كمان ضربت 6 في 10 معناته كأني أنا أعدت البصر عند رب العالمين، حسابي كأنه 60 واحد صار يشوفه. فهذا هو أهم هدف بيسعى له المتبرع بالقرنية. ولكن هناك أهداف ثانية. يعني أنا إذا أنا قدرت أعيد البصر لواحد، يمكن يكون أخوي، يمكن يكون ابن عمي، يمكن يكون قرايبي، يمكن يكون جاري، حتى لو إنه كان واحد أنا ما بعرفه، بالآخر هو أجر عظيم عند رب العالمين. وكمان دورنا إحنا كعشيرة ضمن المجتمع المحلي اللي إحنا عايشين فيه، هذا كمان إشي عظيم إنه إحنا نقدم حالنا كناس مشاركين بشكل فعال بالمجتمع. هلا آليات التبرع في القرنيات بشكل أساسي في عنا آليتين. آلية الأولى اللي هي إنه يجي واحد ويقول أنا أتبرع بالقرنية، يعبي نموذج وصية، هو يوصي بالتبرع بالقرنية أو يمكن يوصي بالتبرع بالأعضاء أكثر من القرنية. ولكن نحن في الحالة اللي حاليا بنحكي عن القرنية هو الوصية. هذه الآلية مع انه إلها حسنات، الا انه الذيل الاداري تبعها صعب وطويل ومش سهل انه نحقق الموضوع بدون ما يتحقق الآلية الثانية اللي احنا عم نسعى انه نحققها. والآلية الثانية هي انه الجمعية، المجتمع الصغير تبعنا، إنه إذا حصلت حالة وفاة يكون في عنا ناس سباقين للخير، ناس حاملين راية العمل الخير على أكتافهم، بيتصلوا بأهل المتوفي وبيتصلوا بجهات اللي تعمل على الحصاد القرنيات. وهذا الاشي للأسف لازم يكون خلال ساعات قصيرة. يعني احنا خلال 24 ساعة لازم نكون ماخذين القرنية. نقدر نزرعها خلال أسبوعين بعد ما نحصل عليها، ولكن خلال 24 ساعة لازم نأخذ القرنيات. فإذا الهدف تبعنا هو انه لما تحصل حالة وفاة نعرف في الوقت، أسرع وقت ممكن، نتصل مع أهل المتوفي، نحصل على الموافقة تبعتهم، بعدين نشتغل الجزء الفني اللي بحصاد القرنية. وإن شاء الله هذا الجزء الجمعية ستقوم بترتيبه مع المشاركة بالمجتمع المحلي. وإن شاء الله إنه هذا الإشي إحنا رايحين نفرج إنه إحنا بنقدر نسوي إشي كتير في الموضوع هذا. دكتور مصطفى، شكرا كثير لك، بتشكرك على مشاركتك اليوم معنا، وإن شاء الله بيكون بداية عمل خير بيعود فيه بالفائدة علينا وعلى المجتمع كلياته. شكرا جزيلا دكتور، شكرا للجميع. وأنا بتمنى من المجتمع تبعنا إنه فعلا إنه نفرجي إنه إحنا سباقين للخير، وفعلا عملية التبرع، الموافقة على الحصول على الموافقة بالتبرع بالمجتمع عندنا أسهل
بكثير سهلة جدا، وإن شاء الله هاي الفرق النوعي رايحين نستغله لأقصى حدود عشان نحقق أقصى فائدة للمجتمع الصغير والمجتمع الكبير اللي احنا عايشين فيه. شكرا جزيلا لك. بحب نرحب بالدكتور وصفي يزاو، أخصائي عيون في مستشفى الأمير حمزة. دكتور، نحب تشرح لنا وتقدم لنا للناس إيش هي القرنية، شو الجزء اللي بتشكله من العين القرنية، وبشكل عام لما نيجي نحكي عن عملية حصاد للقرنية شو معناته؟ شكرا لك. القرنية هي عبارة عن الجزء الشفاف اللي موجود مقدمة العين، وهو عبارة عن جزء شفاف السمك تبعه تقريبا 500 مايكرون، والطول تبعه بالعرض تبعه تقريبا أقل من 1 سنتي. فهذا الجزء الشفاف هو بدخل الضوء من برا لجوا العين، فهذا الجزء اللي بتاخذ بس بزراعة بعمليات حصاد للقرنيات. طيب دكتور، بشكل عام نسأل قد ايه تقريبا معدل الوقت اللي ممكن يستغرقها الدكتور مشان يحصل على قرنية؟ يعني كل ما كان أسرع الوقت كل ما كان أحسن، بس مرات في بعض العوائق أو بعض تقنيا مرات ما بتلحق تأخذهم، بيكونوا مرات أهل مثلا المتوفي مستعجلين. بس الوقت اللي بنقدر نحن نأخذ فيه من أول يتبلغ طبيب العيون إنه في قرنيات للتبرع تقريبا من 30 ل 40 دقيقة ممكن نحن نعمل حصاد للقرنيتين التنتين بأسرع وقت ممكن، وبنحفظه بسائل ممكن يقعد كمان أسبوع. بس كل ما كانت القرنية أو المتوفي من الوقت قصير بين حالة الوفاة وأخذ القرنيات، كل ما كانت جودة القرنية أكثر أحسن تكون. طيب دكتور، بما أنك ذكرت موضوع المدة كل ما كان أقصر، من وقت ما تم تبليغكم بحالة الوفاة لحديت قديش معانا وقت خلينا نحكي لنقدر نستفيد من قرنية أو نحصل على القرنية؟ يعني القرنيات، لأنه القرنية الخلايا اللي موجودة داخل القرنية ما في عليها تزويد دموي مباشر، ممكن تقعد تقريبا من 3-4 ساعات ل 12 ساعة احنا ممكن نحصل على القرنيات. ففي معانا وقت كثير، لكن كل ما حصلناها بأسرع وقت ممكن كل ما كانت الجودة تبعتها أحسن. فإحنا بهمنا الجودة تبعت القرنية أكثر ما بهمنا إنه نأخذ قرنية ولا ما نأخذ قرنية. فمشان هيك كل ما كان أقرب الوقت كل ما كان أحسن. ما في أي حال من الأحوال، زي مثلا الأخ منير الحالة تبعتهم أخذوها ب40 دقيقة، لتاني يوم كان في عندهم وقت لسه كفاية مشان يصير عملية دفن. فكل ما كان الوقت أكثر كل ما كان أحسن. طيب دكتور، هلا انت بتمر عليكم حالات ناس بحاجه لقرنيه، ناس بدهم يتبرعوا بقرنيه، او خلينا نحكي صار عندهم حاله وفاه تبرعوا بقرنيه. هلا الناس او الحالات اللي بتحتاج لقرنيه زي ايش مثلا، وشو هي الحالات التي ما بتستقبلوا قرنياتهم بشكل عام؟ خلينا نبلش بسؤالك من الآخر. شو الحالات اللي ما بنأخذ منهم القرنيات؟ يعني مثلا في عندنا الأمراض الدم، المرضى اللي عندهم أمراض دم أو عندهم أورام بالدم، هدول ما بنأخذ منهم قرنيات، لأنه بنتوقع أنه يكون القرنية صار عندها إشي أو صار عندها مشكلة من الإصابة اللي موجودة عند المريض. بعض حالات المرضى أو المتوفين خلينا نقول فوق 70 سنة، هدول بتكون عدد الخلايا اللي موجودة بباطن القرنية بيكون قليل، فهدول احتمال أنه ما نستفيد كتير على القرنية لأعمارهم صغيرة، لكن ممكن تستفيد منهم بحالات أخرى. رح نحكي بالموضوع هذا بعدين. في بعض الالتهابات الكبد الوبائي مثلا، هذول كمان ما بنقدر ناخذ من عندهم قرنيات، أو إذا كان متوفي بدون سبب مش عارفين عنه شو سبب الوفاة، ما بنقدر نخاطر أو ناخذ قرنية واحد إحنا مش عارفين كيف مات أو ليش مات. وبالإضافة لذلك في بعض الأمراض اللي موجودة بالجهاز العصبي برضه هذول كمان ما بناخذ قرنياتهم. فبنفضل دائما إنه يكون عارفين سبب الوفاة، ما بخطر ما بشكل خطورة إذا أخذنا هاي القرنية وزرعناها لها واحد تاني. طيب ودكتور، الحالات اللي بتحتاج للقرنيات، نرجع لبداية السؤال تبعك، مين المرضى اللي ممكن يحتاجوا لقرنيات؟ فهلأ في عندنا إصابات كتير بالعين بتصير على قرنية العين اللي هو الجزء الشفاف زي ما حكينا، منهم الالتهابات اللي بتصير على قرنية العين، في بعض الأمراض الوراثية اللي بتعمل مشكلة على شفافية القرنية. مع الوقت بتلاقي بصير في تشكل عتامة على قرنية العين، فبصير النظر يضعف. في بعض الإصابات المباشرة بتيجي على العين، على قرنية العين، مثلا ضربة، حادث، صار في عندك قطع على قرنية العين،
شفاء الضربات اللي بتيجي على قرنية العين بتسوي زي ندبة بالقرنية. فالندبة هاي إذا كان اللي صابت معه مثلا أو اللي صار معه الإصابة هاي حظه سيء إجت مثلا بنص القرنية راح يصير عنده عتامة. فهدول المرضى هم أكثر ناس ممكن يستفيدوا على القرنيات. ففي عندنا أمراض كتير، خاصة الأمراض مثلا العتامة اللي بتصير بعد القرحة على القرنية، فهدول كمان بدهم زراعة قرنيات وممكن يستفيدوا على زراعة القرنيات. فهاي الأمراض تصنف فنيا بالطب العيون مين اللي ممكن يستفيد على القرنية أكثر من غيره. طيب دكتور، في دكتور مصطفى ذكر موضوع انه في صار تقنيه جديده عندنا بالاردن اللي هي عمليه فصل القرنيات. هل هاي يعني اكيد بتفيد ناس، وهل مثلا بتتبعوها عنا، وما مدى اهميه هاي التقنيه خلينا نحكي بانها تفيد الشخص المتبرع والشخص المتبرع له؟ هو بالسابق كنا احنا نزرع القرنيه زي ما هي للمرضى اللي مصابين بغض النظر عن نوع الإصابة اللي موجودة عند المريض. ولكن مع تقدم التقنيات اللي موجودة بطب العيون وتمكننا من أن نفصل القرنية لثلاث أجزاء أو 4 أجزاء حتى، ممكن إحنا نستفيد من كل جزء منهم. زي ما حكى الدكتور مصطفى، يعني مريض واحد أو قرنية واحدة ممكن نفيد فيها احنا 6 مرضى ل6 إصابات. فالتقنية هلا والتكنولوجيا اللي صارت جديدة فممكن صارت إحنا نستفيد كثير من القرنيات. هلا في بعض الإصابات عندنا بالمرضى بيكون عنده المشكلة بس بالبطانة الداخلية تبعت القرنية، مش كل القرنية فيها مشكلة، لكن العتامة اللي موجودة عند هذا المريض هي ناتجة من الإصابة اللي موجودة عنده. مثلا في بعض الأمراض وراثيا بتكون البطانة الداخلية في عليها مشكلة، هدول بيكون عدد الخلايا فيها بتكون قليلة مثلا، فما القرنية مش قادرة تعمل شفافية بالرؤية أو هي تكون صارت شفافة كتير، فمع الوقت بصير في عليها عتامة. فهلا صرنا نقدر نعمل إحنا القرنية يعني نقسمها ل3 أجزاء أو 4 أجزاء، وكل قسم في له زراعة معينة لمريض معين. فانفتحت الأفق أكثر، صار إنه نقدر نستفيد من هاي القرنية. بالإضافة إلى ذلك جديد هلا صار إحنا ممكن نستفيد من الخلايا الجذعية اللي موجودة على قرنية العين. فهدول كمان هذا أفق جديد صار يصير هلا. إذا لحقنا نأخذ بعض الخلايا الجذعية على أطراف القرنية صرنا نستفيد كتير على بزراعة هاي الخلايا الجذعية اللي موجودة هون. ففي تطور كتير بالموضوع، ولقدام لسه ممكن يطلع شيء كتير كمان بالموضوع هذا. طيب دكتور، هلا احنا ذكرنا الحالات اللي ممكن ما نستفيد من القرنيات. هلا اذا كانوا اهل المتوفى مثلا مش عارفين انه الشخص اللي بخصهم عنده هاي الحالات، هلا هم مش عادي بيقدروا يتبرعوا، وبعدين القسم او الجانب الفني او الطبي هو اللي بيحدد انه هل يمكن الاستفادة او لا يمكن الاستفادة. يعني مش ضروري يجيبوا مثلا خلينا نحكي الملف الطبي كامل للمتوفى مشان مثلا انه انت كطبيب عيون تتخذ قرار انه هذا قرنيته راح تتاخذ او لا، صح ام لا هذا الحكي؟ البروسيجر اللي بيصير او الطرق اللي او طريقة أخذ القرنيات أو بعد ما نأخذ القرنية خلينا نقول، أو بعد ما نعمل حصاد للقرنية، في إجراءات بتتم على هذه القرنية. فإحنا ما بهمنا كتير، أو زي ما حكيتي مثلا أهل المتوفي مش عارفين إذا بتزبط ولا ما بزبط إنه نستفيدوا من القرنية هاي. لكن في بعض الفحوصات بتتم على هاي القرنية بتدلنا إنه هاي القرنية قديش ممكن نستفيد منها. ففي فحص ميكروسكوبي للخلايا اللي حكيت لك عنهم اللي باطن القرنية، قديش عددهم مثلا، إذا في مشكلة على القرنية نفسها، إذا الإدمة تبعت القرنية أو الوسط تبع القرنية كان كويس مش كويس، في إصابات عليها. كل هاي الفحوصات بتدلك أو بتعطيك علامات إنه هاي القرنية مثلا رح نستفيد منها للمريض هاي القرنية مثلا ممكن نستفيد منها لإشي تاني. فعادة القرنيات ما بنوفر أي قرنية، بنستفيد من كل الأجزاء تبعون القرنية، وبنستفيد من كل حصاد لأي قرنية موجودة ببنك ممكن نأخذها من المتوفي. دكتور، بشكل عام الناس يعني من الأشياء بتوكل همها لما يصير عندهم حالة وفاة أو أي شيء متعلق بموضوع التبرع هي موضوع تشويه الجثة. فهل عملية حصاد القرنية أو الحصول على القرنية بتترك أثر مثلا تشوه على الجثة أو لا، أو كيف يعني بيكون الموضوع؟
لا، زي ما حكيت لك بالبداية إنه إحنا القرنية هي عبارة عن الجزء الشفاف اللي أمام العين، وهي كل زي ما حكيت لك السمك تبعها 500 مايكرون، وطولها بعرضها كلها تقريبا 1 سنتي أو أقل بشوي. فلما تعمل حصاد لهذه القرنية أنت فعلا لما تطلع على العين ما راح تعرف إنه قديش فرقت، راح منها كتير ولا لا. فهي إذا بتطلع عليه راح تلاقي العين زي ما هي، ما في أي تغيير وما في أي تشوه على قرنية العين. بالعكس حتى بتقدر تمد إيدك وتشوف والله بفتح جفون العين بشوف العين، لأنه اللون البني راح يضل زي ما هو، البوب العين راح يضل زي ما هو، بياض العين راح يضل زي ما هو. فما راح تميز إنه هذا فيه تشوه ولا ما فيه تشوه. هو فعليا ما فيه تشوه، أنت عم تأخذ 1 سنتي، أقل من 1 سنتي من عين المريض. وبنفس الوقت في عندنا تقنيات جديدة إنه جفون العين مثلا ممكن احنا نصغرهم او نسكرهم على بعض، ما راح تلاحظ اي واحد راح يطلع على هذا المتوفي ما راح يلاحظ انه في تشوه عليه ولا لا، لانه الجزء اللي بناخذه احنا جزء جدا جدا بسيط من العين، مو كتير. دكتور، هلا احنا حكينا عن جزء الشخص اللي بده يتبرع بالقرنية، الشخص الذي تم التبرع له بالقرنية، الأول القرنية تم زراعة القرنية، ما بعد العملية هل مثلا في أشياء ممكن يتغلب فيها المريض؟ عملية إنه إعادة البصر له راح يسترجع البصر بسرعة ولا راح يكون في أشياء ممكن يتغلب فيها؟ زراعة القرنيات هي خلينا نحكي لك بس شوية تاريخ عنها. مثلا هي بلشت من 1905 أول زراعات قرنيات، بعدين بلشت تتطور عملية زراعة القرنيات ومع تقدم العلم وتقدم الأجهزة وتقدم التكنولوجيا بالعيون. فالمريض وهي على فكرة بدي أحكي لك شغلة، إنه القرنية زراعة القرنية هي من أكثر العمليات زراعة الأعضاء اللي ناجحة، يعني تقريبا أكثر من 85% من العمليات هذول بنجحوا. وهي الجزء هذا بتقبله أي واحد، يعني مش ضروري إحنا نعمل زي مثلا زراعة الكلى. زراعة الكلى بحاجة لأنك تطابق هذا المريض أو هاي الكلية مع هذا المريض، بزبط ولا ما بزبط، بصير في رفض ولا ما بصير في رفض. نسبة الرفض بالقرنيات لا تتعدى 5% أو 10%. فحتى لو صار رفض في بعض الإجراءات وبعض الأدوية اللي ممكن تساعد إنه الجسم ما يرفض القرنية كلية. فالاستفادة لزراعة القرنيات بالنسبة للمرضى اللي بيعانوا من ضعف البصر الناتج عن إصابات بالقرنية كتير عالي. فالاستفادة تبعتهم راح تلاقيها بعد ثاني يوم أو ثالث يوم بتلاقيها والله صرت أشوف كويس. بعد 4-5 أيام مثلا لسه أحسن، لأنه لسه بيكون طالع من العملية جديد. فعلى المدى الطويل راح يتحسن كتير النظر عنده. فالاستفادة كتير فائدة. والمريض أنت بتنقله من حالة كان عنده شبه عمى لأن المريض عم بيشوف وعم بيعيش حياته طبيعي وبروح وبرجع بدون ما يكون معتمد على ناس تانيين. فالفائدة كتير المرضى هدول لا توصف يعني. بحب أتشكرك دكتور وصفي على مشاركتك لنا بهاي المعلومات القيمة والعلمية، وإن شاء الله من شرحك لمبدأ القرنية ومبدأ الحصاد القرنية إنه الناس تقتنع إنه ما في لا تشويه للمتوفى ولا أي مضارة، وقديش كمان نفس الشيء زي ما حكيت السرعة اللي ممكن الشخص اللي بحاجة لقرنية يستعيد فيها البصر. فشكرا لك. نتعرف هلأ عن رأي الجانب الديني بموضوع التبرع بالقرنية، ومعانا مشان يوضح لنا هذا الرأي ويشرح لنا عنه دكتور أمجد قورشة. تفضل دكتور، في مجال تشرح لنا عن رأي الجانب الديني عن موضوع التبرع بالقرنية. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء، ومن يشكر الناس لا يشكر الله، فالله يجزيكم خير كل من له علاقة بهذه المبادرة، ربنا يجعله ميزان حسنات. أختي الكريم، أنا يعني أنا لست متخصص ولست مفتيا، لكن سأكون ناقلا الآن. دار الإفتاء الأردنية بشهر 4 سنة 1984 أصدرت فتوى من 4 صفحات فيها تفصيل الحكم وأدلته. خلاصته طبعا للإخوة والأخوات اللي قد يكون أول شيء الفكرة جديدة عليهم، وقد يكونوا مترددين من ناحية بيسمعوا هل نقل الأعضاء جائز ولا مش جائز، لأنه هذه المظلة الكبيرة. لأنه في بعض الآراء كانت تمنع، بيقول لك يحرم نقل الأعضاء اللي جزء منها القرنية. اللي عندهم هذه إنجاز التعبير الشبهات أو الإشكاليات، الآن عم بنقل فتوى دار الإفتاء الأردنية سنة 1984 ب4 صفحات. خلاصتها إنه الكلمة بالحرف اللي قالوها، قالوا قواعد الشريعة العامة تبيح نقل
القرنية بالشروط التالية، ثم أعطوا الأدلة مشان نطمئن الإخوة والأخوات يعني المشاهدين. قالوا الشرط الأول إنه التحقق التام من وفاة الشخص رحمه الله ورحمه الله. لما تعرف أنت طبيا كطبيبة في بعض الأحيان في موت سريري وفي مش عارف موت جذع الدماغ وكذا، في تفاصيل معينة لازم طبيا أول شيء يكون في تأكد يقين بأنه الشخص قد توفي. الشرط الثاني اللي حطوه إنه يغلب على ظن الأطباء إنه نجاح العملية. إذا طبيا عندهم شك لأسباب طبية أنا ما بفهم فيها، إنه الشخص الآن اللي بده يأخذها عنده التهاب، عنده إشكالية، السعة، الحجم، الواتيفر، أي شيء معين يغلب على ظنهم إنه هاي مش راح تنجح، بصير النقل يدخل في حكم شرعي آخر قد يدخل بالحرمة. يغلب على الظن بالمعنى البشري، هذا الشرط الثاني. والشرط الثالث إنه يكون الميت قد تبرع هو أو ورثته. بمعنى إحنا الآن أصلا الهدف منها تشجيع الناس على التبرع. إذا الشخص قال أنا متبرع وكان في ناس شاهدين عليه أو مع الشهادة، انتهى الموضوع خلص الحمد لله تم. إذا ما كان خطر على باله وما بيعرف، ورثته لهم الحق أن يتبرعوا. هذه الشروط الأساسية اللي لازم إن تحققت بصير بعدها التبرع بالقرنية جائز. الأدلة اللي ذكروها نعطي خلاصات برضو مشان نطمئن الناس. الدليل الأول قالوا هذا فيه بسموه بلغة الشارع حفظ للنفوس، والشريعة مقصد عام جدا من مقاصدها جاءت لحفظ النفوس. دليل ثاني قالوا دفع ضرر العمى ضرورة شرعية تبيح النقل تحت قاعدة، يعني في عندنا قواعد شرعية بسموها قاعدة بيقولوا عنها الضرورات تبيح المحظورات. قاعدة ثانية بيقول قاعدة لا ينكر ارتكاب أخف الضررين. بمعنى الآن الشخص الكفيف وهو حي مصاب بضرر، والمتوفى في شبه الضرر إنه بدنا نشيل منه. عند بعض الناس قد يظن أنه تمثيل، بسموه تمثيل في الجثة وليس كذلك. فبقول ارتكاب أخف الضررين في الشرع هي قاعدة شرعية تبيح هذا الأمر، أو قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. بمعنى إذا كان الأصل فيه الحظر وهو كذلك يباح لضرورة لها مقصد شرعي كبير يعني من وجهة نظر الشرعية. ودليل ثالث أيضا استخدموه، قالوا يجب على الناس أن ينتبهوا أن نقل القرنية لا يصنف تحت التمثيل أو المثلة، لأنه الإسلام نهى عن المثلة. المثلة إيش بتعرفي؟ في الحروب عادة كان لما يتقاتلوا أو يصير خلاف بين الناس أو يتقاتلوا، لما يتمكنوا من جثة المتوفى بيمثلوا فيه. بمعنى بتعرفي بيخلعوا الأنف وبيخلعوا الإذن وبيفتحوا البطن وبياخذوا الكبد وبيشربوا من دمه، هذا بسموه التمثيل في الجثة أو المثلة. بعض الناس اللي حرموا أو نهوا لما طلعت الفكرة طبيا من زمان من حوالي 30-40 سنة أو أكثر، كان الأساس القائمين أو أحد الأساسات القائمين عليها بيقولوا خلع القرنية من العين يعتبر مثلة أو هكذا ظنوا هم. فردوا عليهم هنا العلماء اللي أباحوا في الموضوع، قالوا هذا ليس تمثيل، لأنه التمثيل هو قصد أساسي في الإهانة والاحتقار والاستخفاف وانتهاك الحرمة، وهذا ليس مقصودا بأي حالة من الأحوال. وأعطوا مثالين في حالتنا بأنه هذا فيه تكريم وليس إهانة. مثال الفقهاء قالوا أنه إذا امرأة حامل توفيت لسبب ما والجنين في بطنها عايش، فأباحوا شق البطن وإخراج الجنين، بمعنى الآن صار الحفاظ على حياة الحي اللي هو الجنين، خلاص هذيك رحمه الله. فما بنطلع هذا تمثيل ولا مش تمثيل، مثلى ولا مش مثلى، هذا لا ليس مثلى وإنما تكريم للحياة التي في بطنها. وأعطوا مثال آخر كمان، طبعا هو مثال فقهي قديم، يعني يمكن الناس تقول لك معقول، بس إحنا نفهم عقلية الفقهاء، نعرف إنه كيف من زمان بيحكوا بهذه الأمور. يقول لك لو بلع شخص مقدارا من الذهب، دنانير ذهبية، بلعها ومات لا متوفى، نشق بطنه ونطلع الفلوس ولا هذا تمثيل؟ قالوا لا، يشق البطن وبيطلع الفلوس. طبعا والدليل قبل الأخير إنه قالوا الشريعة الإسلامية على لسان الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم دعت إلى التداوي بالحديث الشهير بما معناه إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بالحرام. بمعنى إنه في تشجيع كبير جدا في فكرة التداوي. فإذا فتح أمامك باب يعني يساعدك على التداوي لحل مشكلة
حالة مرضية امشي فيها مع القواعد اللي قبلها كلها، بتمشي مع بعض كتيار الآن. والدليل الأخير قالوا هذا التبرع، طبعا هذا أنا عم بنقل الآن خلاصات فتوى دار الإفتاء الأردنية، قالوا هذا التبرع يدخل في مفهوم الصدقة لذوي الحاجات، واستشهدوا بأحاديث من أبرزها حديث من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وأعتقد أنه اللي بيفقد بصره من أعظم الكرب في الدنيا. أسأل الله سبحانه وتعالى يعني أنه يعني يرحم كل متوفى تبرع، أو جزا الله خير الجزاء ورثه الذين تبرعوا، وربنا يخفف عن كل مبتلى بهذا الأمر. هذه هي خلاصة الفتوى الشرعية من ناحية الجواز مع أدلتها. متشكرك دكتور. هلا احنا شفنا زي ما حكينا رأي اللي هو دائرة الإفتاء الأردنية بشكل عام. احنا حابين نشوف رأيك انت كدكتور أمجد قورشة بموضوع التبرع بالقرنية. بتشجع الناس على التبرع، شو في فوائد خلينا نحكي ممكن من ناحية دينية خلينا نحكي بتعود على الإنسان اللي بده يتبرع بالقرنية، أو حتى خلينا نحكي أهل المتوفى اللي تبرعوا بقرنية المتوفى تاعهم؟ اسمحي لي أوجهها للجمهور هاي. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أحبة، حاب أحكي لكم قصة، خلاصة القصة بتاخذوها في النهاية ومنها راح أبني عليها الرسالة. طبعا أكيد أنتم لما تشوفوني عم بنقل فتوى دار الإفتاء بهذا التفصيل يقينا أنا جئت لأشجع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون سببا في هذا الخير. بروفيسور أمريكي مختص في تدريب المليونيرية كيف يقومون بمضاعفة ثرواتهم. تخيلوا هذا تخصصه، يعني ما بيدرب غير مليونيرية. فسمعت لمقطع من محاضرة له لمجموعة من المليونيرية وهو بيدربهم على نقطة عجيبة جدا. بيقول لهم في أحد دوراتي التدريبية قابلت شخص يملك 500 مليون دولار، والقصة هاي تقريبا عمرها أكثر من 20 سنة. يعني يوم ما صارت بطل القصة كان يملك نصف مليار بقيمة شرائية تعادل في أيامنا مليار تقريبا. فبيقول لهذا المدرب، بيقول أنا جاي عندك على التدريب وعم بحكي عن مضاعفة الفلوس، بس عندي مشكلة كبيرة في حياتي، إنه أنا أملك 500 مليون لكن لم أشعر بالسعادة يوما في حياتي. بيقول له كنت أظن إنه السعادة في امتلاك الأشياء اللي بشتهيها، امتلكت تقريبا كل ما أشتهي، سيارة، طيارة اللي بدك إياها، لكن لم أشعر بالسعادة. قال ثم ظننت إني أمتلك الأشياء المتميزة عن غيري شوي. قال فامتلكت المتميز عن غيري، ما شعرت بالسعادة. ظنيت بإني أمتلك ما لا يمتلكه أحد في العالم، يعني مثلا بروح بيحكي مع مصنع الفراري، مثلا بيحكي مصنع اللامبورغيني، بيعملوا له سيارة خاصة بحفروا عليها اسمه بيطلوا له إياها بالذهب مثلا. قال ومع ذلك لم أشعر بالسعادة. قال كنت في كآبة دائمة حتى حصل معي حادثة قلبت حياتي. طبعا ليش بقول لكم قصة قديمة؟ لأنه قصة حصلت تقريبا سنة 96 more or less، يعني لأنها لها علاقة بحرب البوسنة. فبيقول بيتصل في أحد زملائي الأثرياء مثلي، بيقول عاملين مبادرة، إذا بتذكروا حرب البوسنية والصرب والاعتداءات اللي تمت والقتل تم للمسلمين البوسنيين يعني، والمشاكل اللي تمت في ذلك الوقت، نتج عن هذه الحرب والقتل والدمار كثير من الإعاقات. من ضمن الإعاقات قطعت أرجل كثير من الأطفال. فالمبادرة لهذول المليونيرية كانت مش متعلقة بالرقم المبلغ المدفوع، لكن متعلقة أكثر بالبعد الإنساني. قرروا يشتروا عدد من الكراسي المتحركة الويل تشيرز ويروحوا بأنفسهم، والفكرة كانت تقوم على أنه كل شخص يروح بنفسه يسلم الكرسي لعدد من المحتاجين. فقالوا شو رأيك تيجي معنا؟ زي ما بقول هذا صاحبنا بلغتي أنا بقول لا يضير الشاة سلخها بعد ذبحها، ما أنا مش طايق حالي أصلا وحاس حالي بدي أنتحر وزهقان بروح. قال رحت معهم. فبيقول وصل دوري في منطقة ما إني لازم أعطي لطفل بوسني مسلم عمره 11 سنة، طبعا رجليه مقطوعين فهو نصف جسمه الأعلى بس اللي مبين منه. قالوا لي بتروح بتعطيه الكرسي وتحطه. فكانت أول كذا، قال فرحت لعنده مسكته حطيته على الكرسي وجيت بدي أروح. قال بمشي هيك والرجل معلقة، بتطلع وإذ بيديه الاثنين ماسكه عفوا من منطقة الفخذ هيك ومعلق فيه ماسكه يعني. فبيحكي البوسني وهذا مش فاهم عليه، هذا انجليزي وهذا باللغه تبعت اللغه البوسنيه. فبيحكي مع نادى المترجم، قال له ايش بيحكي هذا؟ فشو طلع بيحكي الولد؟ بيقول له لو سمحت ابقى قليلا اريد ان احفظ وجهك حتى اسال الله ان يدخلك الجنه حين القاك يوم القيامه. من شده فرحه بيقول لي بس بدي احفظ، عم بيقول يعني انت قد ما فرحتني انا مش قادر اعمل لك شيء الا بس يعني لما اطلع على الجنه واموت بدي اترجى الله انه انت يدخلك الجنه قد ما انت يعني فرحتني. على ويل شير حقه يعني بلغتنا خلينا نحكي 150 او 100 دولار مثلا. فخلينا نقول يا احبه بلشت بهذه القصه. فشو بيقول هذا الآن؟ بيقول كانت هذه اللحظة أول مرة في حياتي بشعر بالسعادة.
العنوان اللي وضعه هذا الدكتور قال: لم يعرف معنى ولذة السعادة إلا حينما دخل في منطقة العطاء، باختصار. فالآن إحنا مش راح نحكي عن القرنية ولا نحكي عن الصدقة، بدنا نحكي على كنز وجبهة العطاء بشكل عام. فالموضوع ضخم جدا جدا جدا، أكبر بكثير. القرنية واحدة صغيرة من لذة الموضوع اللي بنحكي فيه. لذلك أحب ننطلق من إنه اللي بيشعر إنه في كركبة في حياته، الآن هو ندخل الأحاديث النبوية: داووا مرضاكم بالصدقات أو بالصدقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: أحب الخلق إلى الله أنفعهم. فتخيل حجم النفع لما أنت تخلي واحد الحياة مظلمة في وجهه ينقلب وتكون لك صدقة جارية. وبتعرفوا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها صدقة جارية، ومنها طبعا علم نافع، ومنها ولد صالح يدعو له. طب اللي ما خلف، اللي ما عنده أولاد، اللي ما كذا، ما قدرش يتعلم، ما دخل مدارس، بقول لك وما عندوش فلوس، شو يعمل؟ صدقة جارية. هذه بتكون لك صدقة جارية تكسب أجر على كل خير يعمل في هذا الإنسان. فلما تحط هذا الحديث مع هذا الحديث، أيضا في حديث آخر أصله ضعيف لكن بمجموع طرقه يرقى إلى مرتبة الحسن ويؤخذ به، وهو: الخلق عيال الله أحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. وحديث كثيرة جدا لا حصر لها، كلها تدور حول فكرة روعتك ومكانتك عند الله ورقيك عند الله بقدر ما تعطي للآخرين. فإذا أدخلنا موضوع إنه هذا العطاء لسه، مش عم نحكيش على لقمة ياكلها، عم نحكي على إنسان انطفت الحياة في وجهه تماما، لا يرى نعمة البصر، لا يعرفه إلا من فقده. أسأل الله ألا يفقدها أحد مما يسمعني، وإن ابتلينا وأنا ابتليت بها أسأل الله أن يصبرنا. ذلك أحب باب من الخير لا تتركوه يفوتكم بإذن المولى عز وجل. شجعوا الناس عليه، افعلوه إن اقتنعتم، وشجعوا الناس على فعله، وإن لسبب من الأسباب من لم يتمكن وشجع غيره له الأجر بإذن المولى عز وجل. هذا بشكل خلينا نسمي يعني مختصر هيك سريع جدا، بس إحدى الأمور، بس النقاط اللي تشجع الناس من ناحية شرعية بإذن المولى عز وجل. نحب نتشكرك دكتور على مشاركتك معنا ولآرائك الرائعة، وكيف أنك جبت لنا بالضبط كيف فتوت دائرة الإفتاء بالموضوع، ومشاركتك لنا بالقصة الرائعة تاعت المليونير وهذا، وإن شاء الله يا رب بميزان حسناتنا جميعا. شكرا كثير دكتور. شكرا. نحب نرحب بالمهندس منير ششة، شقيق السيد سمير الله يرحمه اللي تم التبرع بقرنيته. سيد منير، عفوا، بدنا نسألك كيف كان أول إشي كيف تم تقديم فكرة التبرع بالقرنية لكم، وشو كانت ردود فعلكم، وشو الإشي اللي خلاكم تبادروا بهاي الفكرة أو تتشجعوا لهاي الفكرة؟ في البداية حابب إنه أشكر قناة نارت على تبنيها لها الفكرة، واللي طرحها الدكتور مصطفى بينه، ومن باب إنه الدال على الخير كفاعله. يعني هلا الدكتور مصطفى لما طرح هذه الفكرة على قناة رؤيا وعلى الجمعية الخيرية الشركسية، فهذا شيء يعني وكأنه هذه الفكرة أصبحت هي عبارة عن ثقل يجب أنه هذا المجتمع يحمله ويؤدي لباقي أفراد المجتمع بغض النظر عن مكوناته المختلفة في مجتمعنا الأردني. هلا بالنسبة لموضوع التبرع بالأعضاء أنا باعتقادي، وهذا اعتقاد راسخ من زمان، يعني من وأنا صغير، إنه هذا واجب، لأنه لسبب بسيط، إنه المتوفي بغض النظر راح يكون عزيز على أهله، وإن كان ابن، إن كان أب، إن كان أخ، إن كان أخت، شو ما كان يكون عزيز على أهله زي أي واحد. لكن القناعة بأنه بعد فترة وجيزة جدا من دفن المتوفي، هذا كل الجسم هذا كله راح يبلى وراح يروح ينتهي. يعني فمن هون إنه التبرع بأي جزء أو أي عضو من أعضاء الجسم هذا شيء أنا من قناعتي الذاتية إنه هذا واجب ديني وواجب إنساني وواجب مجتمعي، إنه الكل لازم إنه يكون يعني معتقد فيه وراسخ في ذهنه، وإنه يعتبره هذا كأنه فرض.
بالنسبة للمتوفي أخوي سمير رحمة الله عليه، إحنا نقلناه من البيت للمستشفى حوالي الساعة 11. وصل المستشفى سريع، وهنا شكر جزيل للدفاع المدني على سرعة تجاوبهم. يعني 10 دقائق كنا إحنا في المدينة الطبية. دخل المستشفى حوالي 11:10. طبعا كادر المدينة الطبية، كادر الطوارئ، هبوا هبة زي ما بيقولوا رجل واحد، ويعني فعلا شيء برفع الراس كيف انهم هم بيتفاعلوا مع اي حالة تيجي توصل للمستشفى في حالة طارئة. ودخل المرحوم على غرفة الطوارئ، والدكاترة والممرضات والدكتور مصطفى بينه برضه أجا ودخل معاهم جوا. الموضوع يعني بحوالي 35-40 دقيقة، وإلا الدكتور مصطفى بيطلع من غرفة الطوارئ وبتطلع فينا هيك. كنا أنا وأخوي الصغير، طبعا مش صغير، عمره حوالي 50 وشوية سنين، وابن عمي عمر شيشة، كنا واقفين نستنى انه شو الشيء، متأمل خير. طبعا طلع الدكتور مصطفى بتطلع فينا هيك يعني، وكأنه انا يعني بحكي عن نفسي، بتطلع على عيون الدكتور مصطفى كأنه محتار كيف بده يحكي او شو بده يحكي. لكن توقعت انه يكون الموضوع موضوع وفاة. فالدكتور مصطفى قال لنا رحمة الله عليه، ربنا أخذ وداعته، الرب أخذ والرب أعطى، وهذا الموضوع. واستمر صمت حوالي مش أكثر من 3-4 دقائق. طلع فينا الدكتور مصطفى، فالدكتور مصطفى قال في عنا فكرة في المدينة في موضوع التبرع بالقرنيات، فأنتوا إذا كان ما عندكم مانع إنه تتبرعوا بالقرنيات لمن هو بحاجة إلهم. يعني أكون صادق وصريح، يعني لما حكى الدكتور مصطفى هالعبارة هاي وكأنه وميض من السعادة دخل جواتي، إنه جزء من أخوي المرحوم اللي هلا توفى قبل نص ساعة وشوية دقائق، جزء منه هذا راح ينتقل لأخ آخر، وهذا راح يستمتع في متعة البصر. لما يكون إنسان ما عماله بشوف مطلقا، ما بشوف نعم رب العالمين بهالدنيا هاي شو إنها حلوة، كيف الحياة، كيف أهله، شكل أمه، شكل إخواته، شكل الشارع اللي هو فيه. وبقدرة رب العالمين إنه سين من الناس بهالحالة هاي إحنا تبرعنا بقرنيات أخونا اللي هو غالي علينا، وتبرعنا فيها لشخص من هالأشخاص، وهذا الشخص أصبح عنده نعمة كبيرة جدا اللي هي نعمة البصر، وصار يشوف هالدنيا، ويشوف يساعد نفسه، ويشوف أهله، ويشوف طبيعة الحياة اللي هو فيها. فيعني هذه يعني شيء بيحتار الواحد انه يقول الحمد لله رب العالمين على التقنية الموجودة وهالمهارات الموجودة وهالكفاءات الموجودة، اللي أصبح الإنسان فقط هو عبارة عن بس يقول نعم، يقول أنا ما عندي مانع، أو أنه يقبل بالتبرع بعضو من أعضاء جسمه لفائدة أخ آخر في هالمجتمع بحاجة لها العضو، وفي الحالة هاي القرنية. بشكل عام بعد ما اتخذتوا قرار انكم بدكم تتبرعوا بقرنية المرحوم، الاجراءات اخذت وقت كتيرة، لانه الناس مثلا بشكل عام بوكلوا هم انه باخذ كتير وقت وموضوع الدفن وبكونوا مستعجلين عليه، فهل حسيتوا مثلا اجراءات انه استئصال القرنيات اخذ وقت منكم؟ هذا شيء مهم جدا انه الناس تعرفه. يعني بين ما انه الدكتور مصطفى حكى لنا وعلى طول هو بقسم الطوارئ
خبر إن احنا وافقنا طبعا، وخبر الجماعة انه في ناس موافقين على الاعطاء بالقرنية، والجماعة اجوا من قسم العيون ودخلوا على غرفة الطوارئ وطلعوا منها بعد استئصال القرنية من الله يرحمه سمير. هذا الحكي ما استمر أكثر من 40 دقيقة، يعني شيء يعني مذهل يعني. ف ما بأخذ وقت طويل يعني بالنسبة للمعاناة، إنه يلا بدنا ناخذ هذا وندفن المتوفي وإلى آخره. ما في يعني شيء ما بحسش فيه الواحد الوقت، وخصوصا إنه هو هالشيء اللي بيعمله عن قناعة، ما حدا ضغط علينا ولا حدا خجلنا أو بأي طريقة أخرى. لكن إحنا الحمد لله عندنا القناعة، والأمور كلها كانت ميسرة، وما أخذش من الموضوع كلياته 45 دقيقة بين ما دخل الكادر لاستئصال القرنية لحد ما أخذوا القرنية وحطوها في البوكس اللي هو المفروض أنهم يأخذوا فيه وراحوا وانتهى الموضوع. طبعا الدفن كان ثاني يوم لأنه كنا متأخرين، وكل الأمور الحمد لله كانت ميسرة، ورب العالمين بيسر الأمور اللي فيها خير. الحمد لله رب العالمين، شيء ميسر جدا وسهل جدا، ويحس الواحد براحة نفسية مذهلة. شكرا. شكرا لك سيد منير. الله يرحمه السيد سمير، والله يجزيكم كل خير على العمل اللي عملتوه، لأنه إشي بصراحة لا يقدر بثمن. وشكرا كثير على مشاركتك معنا اليوم. بنحب نرحب بحالة من الحالات اللي تم التبرع لهم بالقرنية. في عنا الطفلة آية، وفي عنا والدتها أم وائل. هلأ رح نعرف من خالته أم وائل عن شو اللي صار مع آية، مشان وإمتى صار معها، قد إيه كان عمرها آية لما صار في عندها خلينا نحكي حالة من فقدان بالبصر بالعينتين، وشو اللي صار وكيف تم الحصول على القرنية. تفضلي خالته، بس اشرحي لنا عن كيف انت صار يعني متى بلش مع آية انها حست بفقدان البصر، ايش الحالة اللي صارت معاها مشان توصل لمرحلة خلينا نحكي انها فقدت البصر، وهل هي عين واحدة ولا عينتين، وكيف صار انها حصلت على القرنية. أول شيء السلام عليكم، بشكركم جميعا. أول شيء والله يا حبيبتي من صف طبعا ثالث كان معها ضعف نظر شديد وقصر يعني كبير، بعدين صار معها قرحة في العين، بعد القرحة صار قال الدكتور في نزف من نفس العين، فقال لي احتمال كبير هاي يصير عندها قرنيات مخروطية. بقول يعني شو؟ قال احتمال ما تصير تشوف. فما أخذت بالكلام يعني، وهي باستمرار كانت يعني، وهاي الفترة هي من صف أول للثالث هي بتعاني من القطرات وبالدويات والنظارة بس من دون فايدة، مش مستفيدة نهاية. فسبحان الله بعد 15 يوم من كلام الدكتور، كان أول يوم برمضان كان علينا، فأخوها الصغير بقول لي متى تشوفي آية طالع على عينيها نقط بيض وهي قاعدة بتصيح. فجيت بقول لها مالك؟ بقول لي ما شايفة غباش. فتفاجأت بالفعل إنه نقط ذكر على بالي كلام الدكتور، فراسا اتصلت فيه بقول له دكتور صار هيك. قال أنا قلت له. قلت طب العمل؟ قال لي العمل هسه بدأ قرنية، زراعة قرنيات. فسبحان الله أول ما صرت أراجع فيها بمستشفى البشير، كان طبعا ما بشوف إلا كله خيالات، بمسكها أنا بوديها على الدكانة أو على المدرسة، كانوا حتى المعلمات بس مساعدات معانا كوضحة. 4 سنين وأنا بعاني فيها يعني مش مستفيدة. فحاطة كنت الأسامي بالبشير إنه أثبت إنه حدا يجي متبرعات، المستشفى برضو حطينا تبرعات، مستشفى الشامل للعيون كمان، فمن دون نتيجة. آخر ما اتأخر الساعة أذكره بالخير والسلامة يا رب الدكتور مصعب، فكان مباشر حالتها. ولا بقول لي يا أم آية أنا آية بنفسنا من نوديها على مستشفى الجامعة، كونه في متبرعين وفي ناس بتباشر حالتها، كونه في عناية أكتر لحالتها، وانت تعبتي قد ما بتروح بتيجي. قلت له والله، وفقدت الأمل يعني إنه بنتي تشوف نهائي. فروحت المهم قدمت الملف، عملوا له دبارة. أول كان مهدفي الدكتورة إمام، وأنا بقدم لبنك العيون للقرنية. فشرحت لها عن حالة بنتي، بقول لها بالله عليك يعني في متبرعين هون؟ قالت لي كل شيء بإرادة رب العباد.
قلت لها طيب مين أشطر دكتور عندكم؟ يعني كنت خايفة كونها ما بتشوف، ولا بتقولي الدكتور معاونة. قلت لها خلاص حطي لي بالملف وتابع حالة الدكتور معاونة. فقعدت 6 أشهر وأنا رايحة على الجامعة ما في متبرعين. في آخر كشفية رحت مراجعة إلها، صادفت واحدة أذكرها بالخير بقولوا لها المهندسة أم عمر، فبتقول لي شو مال حالة بنتي؟ قلت لها هيك هيك هيك. بتقول لي طيب إن شاء الله خير يا خالتي. فروحتي تاني يوم اتصلت علي الأخت أم إيمان، ولا بتقول لي أم آية جيبي آية ضروري تعالي. فرحت بقول لها نعم. بتقول الحمد لله يا أم آية ربنا معاكي إجاك الفرج. بقول لها إيش؟ قال تعبك ال4 سنين إجاك متبرع لقرنية لآية. قلت لها بتحكي جات يعني صرت أنا منهجت وصرت بصيح مش مصدقة. ولا بتقول لي والله الأخت أم عمر تكلفت إنه جيب لها قرنية وكلفت عملياتها كاملة. فإجت الأخت العمر وما قصرت وبارك الله فيها ويسر أمورها وين ما دارت وجهها، وباشرت في العملية معاها بس كل خطوة بخطوتها وعلاجاتها حتى كاملة. فكان أول هدفي إني أشوف بنتي شافت ولا لا. لما إجا الدكتور معه فاكر القناة بقول لها إيش شايفتني واضح؟ قالت لي فكان شعور كثير يعني مفاجئ علي، فرحة لا توصف، يعني ما كنت متوقعة الساعة تيجي لبنتي. فسبحان الله روحنا صارت مراجعات، قعدنا يمكن 1.5 سنة طبعا كل باستمرار عند دكتور معاون لازم نتباشر للعين الثانية. فآخر فترة الدكتور معاون بيقول لي يا أم آية هاي اللي سوينا لها عملية صارت تنضر من الثانية، لازم نسوي لها الثانية. قلت راح أرد أعاني يعني لأني جربت 4 سنين وأنا بعاني فيش متبرعين نهائي ما كان في الأردن. فسبحان الله في مكان قال لي أنت قد متطلبة وعسى الله وعلى الله، بس أنا بتركب لها عدسة. لما حسب يقول لي لا ما بصير، إذا إجا متبرع بسوي كل عدسة سكر للتنتين لأنه ما راح يزبط. فروحت كنت بصيح يعني فاقد الأمل. قال لي بترجع لي بعد 15 يوم. برضه رجعت على دكتور معاوني قال لي ايش لقيتي؟ قلت له قدمت بالجمعيات وما في أمل. قال لي طب الصندوق الأمير تبع الملك غازي هذا تبعكم؟ قلت له سكروا بطلوا فيه عفاءات. قال لي طب العمل؟ قلت له العمل عند الله. فوانا طالعة أذكره بالخير وين مدار وجهه ويسر أموره وين ملف ويعطيه قد ما يرضيه. نادى علي قال لي معلش معي على ثواني هيك عجال. وقفت وانا وياه قال لي اشرحي لي حالة بنتك. حكيت له من أول القرنية الأولى للثانية. ولا بقول لي خلص بكرة بتيجي بتقدمي معاملة لآية وإنه أمورها جاهزة، تكاليف القرنية من برا وأمور العملية. فكنت يعني من كتر ما تفاجأت كنت يعني بدي حتى لبوس رجلي، ما تخيلت هذا الإشي لأني عانيت وبتمنى من الله ما حدا يعاني اللي شفته أنا، لأن أنا تعبت ببنتي صراحة. ما بتمنى بأي مخلوق يصير في هذا الموقف. وبشكر كل واحد ساعد كل طفل يشوف وخلاه ينظر. يعني بتمنى من الله يصير ببلدنا الأردن كتير ناس بعمل الخير هذا. آية أنت هلأ أي صف؟ صف سادس. حابة تحكي لي لما بلشوا عيونك كنتي تشوفي بعدين صار في غباش بعيونك، بس حابة تحكي لي كيف كنتي أول مع الغباش، بعدين لما خلال 4 سنين هدول حديث ما تبرعوا لك بأول قرنية كيف صار أو كيف كانت هدول 4 سنين بحياتك، كيف أثروا على حياتك، وبعد ما تبرعوا لك بالقرنية شو كان شعورك؟ يعني ما بعرف إذا تقدر توصفي لنا لو جزء منه، يعني احكي لنا بشكل عام. أنا كنت صف ثالث، كان بنات صفنا يعني يجوا على البيت ويجوا يقولوا طقطقوا على البيت ونروح عليهم على المدرسة، وكنا يعني نروح ونلعب ما عاد يوقعوا مني مصاري هم بيطلوهم، وكنا ما عاد ماما تغير لي كنت أنادي عليها يوقع مني قلم مصاري كنت أناديها، وكنت يعني كثير يعني أتعذب. وبعد ما عملوا لك بعد ما عملوا لي العملية كنت أشوف، بعد ما شالوا الغشاء صرت أشوف كويس، والدكتور صار يعني بعد ما داومت على المدرسة صرت أشوف معلومات والمعلومات يعني صار يشكروا فيي، كنت أجيب علامات كاملة بالمدرسة، وبالدراسة كنت أجيب علامات كاملة وكل المعلومات كانوا يشكروا فيا،
ويعطيكم العافية وكل الشكر لكم. طيب بدي أسأل، جبتي لحالك أنت سيرتي للدراسة، قعدتي 4 سنين، يعني بنحكي صف رابع خامس سادس للسادس، وأنت زي ما حكيتي ما كنتي تشوفي منيح. قديه كان مأثر موضوع إنه ما عم بتشوفي بشكل واضح على دراستك، وقديه بعد ما زرعوا لك قرنية صارت علاماتك وكذا، لأنه شكلك شطورة يعني بالمدرسة. وأنا يعني كنت صف ثالث، يعني ما كنت أشوف، يعني اللوح كان بعيد عني، يمكن الدرج الأول الثاني ما كنت أشوف كتير، وكنت المعلومات يعني ما حد أجي أكتب بنصفني يجوا يساعدوني. بعد ما عملت العملية صرت أشوف. أول ما داومت على المدرسة يعني المس بتحكي، دخلت علينا المس وصرنا نكتب، يعني كانت المس تصلح لي وكنت أجيب علامات كاملة. وتغير وضعي. شكرا. بس أأكد على موضوع، يعني خالته هلأ القرنيتين، أول قرنية هو اللي حكيتي تقريبا سنة 2015 تم التبرع فيها، وانتظرتي كمان قريب السنة و5 أشهر كمان حصلت متبرع بقرنية تانية، والقرنيتين مش حدا متبرع محلي، جبتوهم من برا، يعني عفوا لو ما كان في حدا يقدر يقدم المساعدة ما كان كان بتغلب الواحد. نفس حالتي، له 6 سنين شاب أذكره بالخير، له هو أبوه 6 سنين وهو بيعاني لحد الآن، يعني سويت العملية لبنتي وهو بيعاني، عينتين القرنيات نفس سلافة بنتي، ومأساة كبيرة. فبتمنى كل بني آدم يصير عنده موقف، يعني حدا ميت ابنه أو أخوه أو أخته أو طفل، أنا بنشد إنه كمان يساعدوا الأطفال زي هيك. يعني أحلى فرحة لما يكون بنت زي هيك فرحانة إنه حدا تبرع لها بقرنية. شوف الأمهات شو بتتمنى، بتترجى لهم الخير والفرح والسعادة. فبتمنى كل أم تناشد، كل واحدة بدها تتبرع يكون ابنها ما تتراجع، لأنه هيك يعني بتنجد ناس كثيرة بتعاني. يعني أنا اللي قبالكم أنا صابني مرض من ورا بنتي قد ما عانيت فيها 4 سنين وأنا بعاني 4 سنين غدق، ما يعلم فيه غير الله. شو طفلة لما بشيله هي معمية أوصلها على المدرسة، شو طفلة لما بدها أحممها غير أوقفها وألبسها الأواعي أنا، أو بدها دكاني أنا أنزلها، أو بدها إشي تعالي أوقف وأقعد عندها أباشر معاها. فمأساة كبيرة. فبتمنى كل واحد بسمع صوتنا، هاي أكبر عبرة هاي، بتمنى من الله كل واحدة عندها واحد ضرع بموت، واحد بقصة تناشد برضو يتبرعوا بالقرنية. هذا إشي برفع يعني معنويات ناس كتيرة، وما بنتمنى نكون يعني يقول لك لا حرام وابصري. أنا والله لو أول طفل يصير عندي يصير في حادث أو إشي من غير شر ولا أتبرع بأعضاء جسمه، لأني أنا عانيت وجربت هذا الإشي. بتمنى ما حدا يجرب اللي شفته أنا. وشكرا لكم. وهذا إن شاء الكريم والله هذا اللي حكيته عنه عن جد بحل مشاكل كتير بالأردن. يعني في واحد له 8 سنين، واحد 9 سنين، مش بس آية، في كتير بيعانوا نفس السلافة. وعسى الله على الله الناس تعتبر في هاي أكبر دليل عندي. وشكرا لكم. شكرا لك خالته. في نهاية اللقاء بحب أخبركم أنه للاستفسار عن هذا الموضوع، عن آلية التبرع، عن كل أي شيء معلومة إحنا حكيناها اليوم بهذا اللقاء، يمكن الاتصال مع الدكتور مصطفى بينو أو الدكتور وصفية زاو، أو يمكن إرسال رسالة على رقم موبايل اللجنة الجمعية الخيرية الشركسية. طبعا هاي الأرقام رح يتم عرضها على قناة نار تي في على شريط الموجود على نار تي في وخلال عرض فيديو اللقاء. بحب كمان أتشكر ضيوفنا الكرام على حضورهم وعلى مشاركتهم لنا بمعلوماتهم القيمة، بتجاربهم من متبرعين، من أشخاص تلقوا قرنيات، وشو الفائدة اللي صارت بشكل عام بهاي اللقاء هذا. وبحب أختم طبعا لقائنا اليوم مع ضيفنا العزيز دكتور مصطفى بينو بكلمة أخيرة منه. شكرا، يسلم ايديك. وأنا بشكر اللجنة الصحية في الجمعية، وبشكر المجتمع تبعنا كله اللي فعلا أظهر إنه فعال وسباق للخير. بحب أذكر شغلتين، آخر عمليتين تبرع تمت بصويلح كانت من
أخو ضيفنا المهندس منير الله يرحمه سمير شيشة، وقبله بشوية كان سمير بينو. عملية إقناع الأهل في الحالتين يمكن صعب علي أحسبها بالضبط، لأنه في كل حالة من الحالتين عملية الإقناع كانت أقل من دقيقة. فإذا كانت أقل من دقيقة بدي أحسبها بالثواني، قديش بدي أحسبها بعرفش. لما عرضت موضوع التبرع بالقرنية على أخونا منير أخونا عمر كان رد الفعل شكرا على أنك حكيت لنا الفكرة، لأنه كانت غايبة عن بالنا بما مع الحدث اللي هم موجودين فيه ما خطرت على بالهم. بس أول ما حكيت كلمة تبرع بالقرنيات كان شكرا إنك حكيت لنا، فبدل ما أنا أشكرهم إنهم تبرعوا كانوا هم اللي بيشكروني إني أنا ذكرتهم. فعلا هذه هي النقطة اللي إحنا بنحلم فيها وبنفتخر فيها بالمجتمع تبعنا، وإن شاء الله هي اللي راح تكون الأساس اللي راح نعتمد عليها في نجاح المبادرة اللي إحنا شغالين فيها. بشكر الجميع وشكرا للمشاهدين اللي تابعونا بالحلقة، وإن شاء الله نستمر بهذا الموضوع وبننجح فيه بإذن الله تعالى. شكرا لك دائما. شكرا دكتور.